أسعد الله مساءكم أو صباحكم حسب التوقيت اللي راكم تشاهدوا فيه هذا الفيديو. طبعا معاكم القناة دينا صحراوي. إن شاء الله اليوم جبت لكم تجربة، يعني ما شاء الله تجربة صحراوية، ولا تخلو الصحراء ولا عروس الصحراء من هاد القطارة. رايحين نستخدموا في طريقة ولا في تجربة هذا اليوم القطارة الصحراوية. لازم يكون عندي قصدير تاع طماطم، علبة يعني تاع طماطم ولا تاع كونفيتير، ونحتاجوا اي طاس. انا حندير زوج تجربات، وحده تكون بالطاس والاخرى تكون بالقصدير. الطاس لازم يكون شويه ثقيل، ونشوفوا ايهما افضل. نفس الطريقه نحتاجوا غطاء تاع بريق، والريحه اللي نستخدموها انه لازم باش تخرج لك الريحه الصحراويه اسبور وفيمينا. هادو زوز اكدوا لي عليهم، اسبور وفيمينا. البخور تاع السرغين يعني هذاك العيدان، والقرنفل. نص كاس نتاع بخور بنص كاس نتاع قرنفل بريحة فيمينا، والاخرى اسبور. وننطلق في تجربة اليوم. نجيب هاد البخور ونجيب القرنفل، نحطهم ساير داير على الدائرة، ساير داير، ونحط يعني في وسط الدائرة تكون فارغة ما تكون فيها حتى شيء، ونحطوا الكاس داخل الدائرة. ومن بعد نحط الكاس هذاك البنات ما ننسوش انكم تدهنوه، يعني تحاولوا انكم تدهنوه. شوف بهذه الطريقة الساير داير، شوف كيفاش حطيت البخور والقرنفل ساير داير، ونحط في وسطهم الكاس، ونحاول اني هذاك الكاس ندهنه. يعني الكاس هنايا راهو مدهون، يعني دهينة خفيفة، اي دهينة عندك، يعني فازلين، زيت، يحب انه يكون زيت عطري، ما يكونش مثلا زيت زيتون ولا. ونجيبوا البابي سيرفيات نبلوها، نثنوها ونبلوها ونغلقوا بها. وهذاك المغطى نعمروه ماء. البنات ما تنسوش انكم تبارطاجوا هذا الفيديو بيناتكم، وتدعموني كيما راني ندعم فيكم، وكيما راني ديما نجيب لكم في سر المهنة عند الصحراويات. ان شاء الله تستفيدوا من تجربة هذا اليوم. التجربة الاولى درتها في الطاس نتاع الحديد، والثانية رايحة نديرها في القصدير. القصدير ما حاولش حرقته، لانه بعض القنوات يقولوا لك لازم تحرق القصدير على اساس ما يمد هذيك الريحة. صدقوني ما كاين لا ريحة لا والو. انا تجربتي جربتها ما جاتش فيها الريحة. حاولوا انكم تجربوها ورايحين تشكروني عليها. اغلقت هذه التجربة الاولى، حطيتها تطيب لمدة 45 دقيقة. نلتقي مع التجربة الثانية. في المكونات نتاع القصدير ديت زوز مغارف نتاع بخور، بزوب مغرف نتاع قرنفل بنفس الطريقة حطيتها، ومن بعد لفيت وحطيت عليها الغطاء وغلقتها بإحكام، وحطيتها الطيب بنفس المكونات ولكن الكيل يختلف فقط. وغلقتها وحطيت فوق الغطاء الماء. مش بتنسوش الماء لازم يكون الغطاء فوق الماء. البنات هنايا الريحه اللي نحتاجها، نحتاج ريحه سبور وريحه فيمينا. يعني ريحه فيمينا رايحه ندي تقريب نص نتاع فيمينا ونص نتاع ريحه سبور. وهنا راهي طابت الاولى معنا الطريقه. رايحين نفتحوها، يعني هنايا سرعت الفيديو باش ما تديليش المساحه ياسر. المهم قعدت 45 دقيقة. حاولوا انكم تفتحوها بعقل، لانه الماء ممكن يتدفق في داخل الكاس. شوفوا ما شاء الله البنات، الحمد لله التجربة راهي ناجحة. ان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم الفكرة. نزيد نفتح الثانية، راهي كيما غلقتها مازالت سخونة. هنا التجربة نتاع القصدير اللي ما حرقتوش، شوفوا النتيجة نتاعو، وصدقوني ريحته من بعيد تشميه. يعني صراحة ريحتها ما شاء الله. والتجربة الثانية اللي طيبناها في الطاس نتاع لينوكس، ان شاء الله تاني تنجح معنا الطريقة، تبان لي نجحة والله اعلم. الغطاء هنا البنات راهو شرب من الماء، مازالت سخون. شوفوا هنايا مازالت تغلي، شوفوا القطاره راهي تغلي هنايا ما شاء الله الحمد لله. بعد ما بردت فرغت زوز كيسان هنايا، درت شويه ريحه نتاع سبور.
ودرت نص نتاع سبور ونص نتاع فيمينا. حاولي انك تغسليهم غسيل الكيسان، يعني تغسليهم بالريحه، نص نتاع سبور ونص نتاع فيمينا، تغسليهم غسيل، ومن بعد يعني تغسلي الكاس وتهزي بالسيرانج وتحطي الريحه نتاع فيمينا وريحه سبور، يعني نص نتاع سبور ونص تاع فيمينا. تحاولوا انكم تعطوك هاد القرعه تبيعها ب85,000، يعني 850 دينار جزائري. الحمد لله الطريقة راهي ناجحة، وريحتها دوز هذه يعني باش تديها عروسة. حاولت اني التجربة نديرها قدامكم. البنات تحاولوا انكم تفعلوا لي الجرس وتبارطاجوا هذا الفيديو بيناتكم. ما ننصحكمش انكم يا البنات تديروها وتخرجوا بها برا للعرائس فقط وللنساء المتزوجات. ان شاء الله الفكرة